افرح يا وطن. هذا هو فحوى الرسالة التي أرسلها الزعيم نادي الهلال لهذا الوطن المتوشح دائما بالإنجازات. أكبر منظمة عالمية مختصة بإحصائيات كرة القدم تعلن أن نادي الهلال السعودي ليس له مثيل في القرن الماضي في أكبر قارات العالم، قارة آسيا، وتعطي الهلال لقب نادي القرن في آسيا. ربما هو ليس بالجديد، فالكل أجمع منذ نهاية القرن الماضي أن لا أحد يستحق هذا اللقب سوى هذا الزعيم الذي صال وجال في أرجاء هذه القارة. لكن الجديد هذه المرة أن الإعلان أتى بشكل رسمي، لتأتي المباركات أيضا بشكل رسمي، وعلى رأسها مباركة الاتحاد ذاته الذي قال أنه رفض إعطاء اللقب للهلال في إعلان صريح وواضح من اتحاد آسيا أن الهلال فعلا هو نادي القرن. هذا النادي حتى وإن غاب في الفترة الأخيرة عن المنصات الآسيوية، إلا أن الأرقام لا زالت تقول بأن الزعيم لم يستطع أيا كان أن يصل رقمه الأسطوري في عدد الإنجازات على صعيد القارة. البداية كانت من العام 91 في أول لقب آسيوي لناد سعودي، ثم تكررت الإنجازات الآسيوية للزعيم حتى وضع في خزينته المليئة بالإنجازات 6 كؤوس آسيوية. لم يستطع أي ناد آسيوي أن يجمع هذا العدد في غضون 10 سنوات تقريبا. علم الهلال جميع أندية القارة كيف تكون الزعامة، وعلمها كيف لا يكتفي بلقب أو 2، بل أصر الزعيم على أن يتزعم القارة ويجمع أكبر عدد ممكن من كؤوسها. كل هذا جعل هذه القارة حتى وإن استراح المحارب في سنواته القليلة الماضية، إلا أنها اعترفت أنها لن تنسى هذا الزعيم.